هقولك على أقوى سر غير حياة ناس كتير وهيغير حياتك انت كمان. بس خليني في الأول أقولك على فرق بسيط بين الثقة بالنفس والغرور. الثقة بالنفس بتخليك تتواضع، لكن الغرور بيخليك تتعالى. الثقة بالنفس بتخليك تفرح بنجاح غيرك، لكن الغرور بيخليك تحس إنك أحسن من الكل. وده الفرق ببساطة شديدة اللي لازم تفهمه وتعيشه في حياتك. وعايز أقولك إن الثقة بالنفس هو شعور داخلي بالاطمئنان لقدراتك وإمكانياتك، وإحساسك المستمر إنك تقدر تحقق أي هدف أنت عاوز توصله، وعندك إيمان قوي بنفسك إنك تقدر تحقق أي شيء أنت عاوزه، وتبقى عارف قيمتك كويس قوي من غير ما تجرح حد أو تقلل من حد. وكمان الثقة بالنفس هو إنك تسمع كلام كتير عنك وتعديه كأنك ما سمعتوش، وإن رأي الناس يبقى آخر حاجة بتفكر فيها، وإن صورتك في عين حد مش فاهمك ما تفرقش معاك، وإنك مش لازم تقف قدام كل شخص وتشرح له وتدافع عن نفسك وتبرر له عشان يشوفك صح. لأن ببساطة شديدة اللي قرر يشوفك غلط عمره ما هيشوفك غير كده مهما شرحت أو بررت. عشان كده لازم تفهم مع الوقت إنك مهما عملت ومهما كنت كويس، في ناس هتشوفك بطريقتها وهتفسرك على مزاجها، مش عشان انت غلط، لا، بس لأنهم اختاروا يشوفوك كده. عشان كده لازم توصل لقناعة إنك مش محتاج ترد على كل كلمة ولا تثبت نفسك قدام أي حد مش فاهمك. انت بس محتاج إنك تكمل في طريقك وما تشغلش دماغك مين بيتكلم عليك. الخلاصة، كل لما ثقتك في نفسك زادت جواك، كل لما رأي الناس فيك بيقل تأثيره عليك. وفي مثل إنجليزي بيقول A tiger doesn't lose sleep over the opinion of sheep. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النمر لا يفقد نومه بسبب رأي الغنم. وهي دي الفكرة اللي عاوز أوصلها لك، هو إن النمر مش محتاج يقلق أو يتضايق بسبب رأي الخروف فيه. وإنت نفس الأمر، مش لازم تشغل بالك أو تتضايق باللي بيتكلم عليك ومش عارف يوصل ليك. السر والنصيحة، خليك دايما واثق في ربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو المصدر الوحيد للثقة والقوة الحقيقية اللي هتخليك تثق في نفسك. سلام.